مين فينا ما بيحبش مخلل اللفت؟ كلنا بنحبه وبنعوزه معانا على طول وقدامنا على الغدا العشاء الفطار. النهارده ان شاء الله هنعمله بطريقه سهله جدا، وهنعرف سر لون ميه محلات الترشي اللي بيحطوها على المخللات بتاعتهم بطريقه سهله وبسيطه زي ما احنا متعودين مع بعض. نسمي الله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد، وعلى بركه الله نبدا الفيديو بتاعنا. ده اللفت بدأ يظهر في السوق. اما تجيبي الروس اللي هي الوسط دي المدورة، بتبقى حلوة وجميلة كده وبتبقى طرية من جوه. الكبيرة بتبقى مفرغة من جوه كده ومبتبقاش كويسة. هنا نضفته من الجذور الرفيعة اللي بتبقى فيه كده، بيبقى فيه شعيرات جذور رفيعة مطرح ما هو محطوط في الأرض. ومسكته كده غسلته وقطعته بالطريقة اللي انت شايفاها دي قطعت الشيبسي او قطعت المخللات، او ممكن تقطعيه بالسكينة وبأي طريقة انت بتفضليها. قطعت اللفت بتاعي كله كده بالطريقة ديت، وهغسله وهحطه يتصفى زي ما انت شايفة كده. حطيته كده يتصفى وسبته وركنته على جنب. بعد كده انا هجيب علبة بلاستيك كبيرة وهحط فيها اللفت بتاعي، وانزل عليهم ب5 معالق ملح رشيدي. لو مش موجود الرشيدي عادي انت بتحطي ملح من اللي موجود عندك. وبعد كده معلقة كبيرة سكر علشان قرمشة المخلل يفضل مقرمش معاكي لاخر واحدة. وعندي جزر مبشور حطيته، و3 معالق خل. الخل برضو بيحافظ عليه، وهو ده سر لون المية الترشي. بنجرة كده جبتها وبشرتها وقلبتها مع اللفت بتاعي. ده السر اللي بيخلي لون المية احمر في محلات الترشي ومحلات الفول والمطاعم. بالشكل ده كده قلبتها، وهنزل عليها بقى بمية. دي مية انا غليتها وسبتها لما بردت خالص. هبدأ انزل كده على كل اللفت بتاعي لما اغطيه خالص بالمية. لو انت عندك مية برضو من الفلتر بتمشي. طريقة سهلة وبسيطة. حبيبتي لو عجبك الفيديو ما تبخليش باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليوصلك كل جديد، وتسيبي تعليق منك جميل يشجعني. انا كنت بعمل محشي. دي كده عروق الكرنب اللي طلعت برضو بشرت عليها كده بنجرايه صغيره كده على قدها، ادتها اللون ده. وحطيتهم في البرطمانات. اللفت حطيته في برطمان كبير وبرطمان صغير، وعروق الكرنب حطيتها في برطمان لوحدها. ورجعت بقى دي المية اللي انا كنت نقع فيها اللفت، نقعته لمدة ساعتين كده في المية. حطيت لها الملح كده وظبطته ودقت الملح بتاعه. وهنزل بقى عليهم كده في البرطمانات. لازم تداري كل اللفت بتاعك بالمية وتغطيه خالص. ونفس الحكاية عروق الكرنب بيتاكل بعد يوم، يوم ونص، انما اللفت بتاكليه بعد 3 ايام. بألف هنا وشفا. ودي كانت وصفتنا النهاردة، سهلة وبسيطة زي ما احنا متعودين مع بعض. عملنا اللفت بمنتهى السهولة وبالظبط زي ما هو موجود في محلات الترش وفي المطاعم، بالمية بتاعته اللي لونها احمر وجميل، وهي بإضافة البنجر. اشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله، واترككم في رعاية الله وامنه. اللايك يا حلوين، متنسوش اللايك فضلا وليس امرا. ايه رأيكم بقى في وصفة النهاردة؟ لو عجبتكم اكتبوا لي في التعليقات.